بما اننا في رمضان، حابب اقول لكم حاجه بشوفها في الشوارع بتحصل كتير جدا. الناس اللي بتفطر بدون عذر، لا والاسوأ من كده ان هم بيعملوا الكلام ده قدام الناس عادي بلا اي مبالاه. ده اذا كان الناس اللي ربنا ادالها العذر انها تفطر بتتستر وبتخاف حد يشوفها في نهار رمضان. والحقيقه يا جماعه ان اللي بيفطر في رمضان بدون عذر هو بيوقع نفسه في اكتر مصيبه واكتر بلوى ممكن تيجي عليه في حياته. يعني انا عايز اقول لك مثلا، انا كنت لسه شايف شويه شباب واقفين مع بعض في عز النهار في رمضان عمالين ياكلوا شيبسي ويهزروا ويضحكوا مع بعض. ولما بصيت لواحد فيهم بقول له كده عادي في نهار رمضان، بص لي وضحك، قال يعني فاكر ان انا بهزر معاه؟ بتضحك على ايه؟ ده انت بتعمل كبيره من اعظم الكبائر في العالم كله. انت مش بس بتهد ركن من اركان الاسلام اللي هو صوم رمضان، لان النبي قال كده بني الاسلام على خمس. ده انت كمان بتتحدى ربنا سبحانه وتعالى، تحدي مع ربنا مش مع شخص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من افطر في رمضان بغير عذر لم يغنه صيام الدهر وان صام. يعني الشخص اللي بيفطر في نهار رمضان من غير عذر ده مش هيكفيه صيام عمره كله عشان يقدر يكفر عن الذنب العظيم ده. انت متخيل؟ ومش بس كده، من الحاجات الصادمة اللي انا سمعتها ان في بعض العلماء بيقول ايه، بيقول ان اللي بيفطر في رمضان بدون عذر هو اشد من الزاني وشارب الخمر. مش بقول لك بتتحدى ربنا، ده على كده الشخص ده لو مات هيكون عقابه ايه؟